تصفيقات الجمهور الجزائري. تصفيقات الجمهور الجزائري على المنتخب المغربي. أنه ضيع التأهل في لقاء الذهاب بالنظر للمردود المقبول جدا. اليوم شفنا فريق شباب قسنطينة اللي نعرفوه عكس لقاء الذهاب. شفنا في الشوط الثاني رضوان، حتى في الشوط الأول. الشوط الأول كثروا كثير من الكرات الهوائية نعم. وتعرف الكرات الهوائية تساعد المدافعين رضوان، وخاصة لو المدافعين عندهم شوية في اللاكس طوال يعرفوا يلعبوا من الراس. والبلادي تجربة لشباب قسنطينة، لعبوا أمام فريق منظم رضوان، فريق منظم. شفناه اليوم جا سير الى جيري الماتش، عارف بلي 4 مقابل 0 باش دير رومونطادا صعيبه كثير. المشكل برك اليوم تاع الانديه ديالنا ما كاش، يعني شباب قسنطينة اليوم راه بعيد في الترتيب في الدوري الجزائري، يعني الموسم القادم راح يشارك في كاس مازال بعيد شويه، بعيد، ولكن عنده 4 مباريات متأخرة. 4 مباريات. شوف اليوم شباب قسنطينة راهو ب 26 نقطة، لو يفوز بال4 مباريات زيد لهم 12 نقطة، 12 نقطة يكون عنده 38 نقطة، 38 نقطة اليوم الفريق راهو في المرتبة الرابعة، وبالتالي بإمكانه أن يشارك في منافسة قارية. أنا ما نقولكش راح يفوز بال4 مباريات، صحيح أنا معك في هذا الطرح، ولكن مازال عنده مباريات متأخرة. شوف الأندية الكبرى في كاع البطولات رضوان ماشي اللي يجي يشارك في كاس افريقيا، باينين اللي يشاركوا في اوروبا ولا في افريقيا. حنا ما عندناش هذيك لا كونتينيتي، فريق يشارك كل موسم كما شباب بلوزات تقريبا 4 سنوات هو يشارك، ولكن ما خداش، ما ربحش التجربه هذيك. فريق لازم يربح تجربه لما يلعب 4 خطرات في كاس افريقيا، لازم تكون عنده تجربه باش يبرمج ويجي نهار وين يفوز بها. اليوم تشوف فرق جنوب افريقيا كيفاش راهي دوميني الفوتبول افريقيا، هي والفرق المصريه. نقول باللي هذه تجربه لشباب قسنطينه، حد ديالو الحق الدومي فينال حاجه مليحه ليه. واضح محمد او امين اقصاص. الشباب اليوم كيف وجدت النادي الرياضي القسنطيني في مواجهه اليوم؟ هل مردود اليوم يجعل الفريق ربما يندم على ما قدمه في لقاء الذهاب؟ لانه لو خسرنا ب 2-0 3-1 اليوم كنا ممكن نشوفوا لقاء اخر، ام انه اللقاءات لا تتشابه؟ رضوان بعد المقابله تاع اليوم بنسبه كبيره مانيش مع اللاعبين ولا بصح كي تشوف المقابله اللاعبين راح يندموا كثير على لقاء الذهاب اللي كان. انا بالنسبه لي هو اللي قصى فريق شباب قسنطينه اليوم سيفري كانت رده فعل من اللاعبين، ادوا مقابله جد مقبوله. شفنا كانت اثاره في اللقاء، كان ريتم من فريق شباب قسنطينه، باسكو اليوم فريق بركان حقيقه ما فعل ولا شيء، جاء لعب بطريقه دفاعيه. كما نقولوا سير المقابله هو على باله باللي ربح في لقاء الذهاب 4-0، جاء باش ما يتلقاش اهداف كثيره، لهذا انا نقول ما بادرش كثير للهجوم. شباب قسنطينه خاصه في الشوط الاول كان يلعب نوعا ما لعب عشوائي، كان يحوش على كرات طويله، هذا اللي ما فاتش الفريق. والحقيقه اللقاء في الشوط الاول انتهى 0-0. الشوط الثاني كان دخول قوي لفريق شباب قسنطينه اللي شفناها اللاعبين بادروا كثير في الهجوم، كانت ضيعوا بعض الفرص، كانت فعاليه ناقصه اليوم امام المرمى، اللي ضيعوا عده اهداف، خاصه كي نشوفوا المقابله الشوط الثاني ضيعوا مينيموم 3 أهداف. نعم. كانوا قادرين يعودوا في النتيجه، مي معليش هذه كما نقولوا خبره اليوم كسبها شباب قسنطينه، عنده مجموعه شابه اللي تقدم كره نظيفه. لقاء كي تشوف اللقاءين والله غير حرت هنا اللقاء الذهاب كانوا ماشي نفس الفريق. ما كاش بدون روح، بدون اندفاع بدني، بدون حراره، بدون كذا. اليوم امام انصاره، امام في ارضيه ملعبه كانت رده فعل، لكن هذه هي كره قدم، لازم اللاعبين والطاقم الفني يتعلموا من هذه الاخطاء هذوما. ان شاء الله لما لا الموسم المقبل بالك مازال 4 مقابلات متاخره، لما لا يكون في البوديوم ويعاود يشارك ويمثل الجزائر باحسن تمثيل. وهذا ما ينقش ثانيه. اليوم شباب قسنطينه واحد ما كان يتوقع يروح للنصف النهائي. نعم. اليوم هذا انجاز للفريق،
ان شاء الله في المستقبل يروح الى ابعد حد ان شاء الله. علي بن شيخ، النادي الرياضي القسنطيني هل استرجع وجهه اليوم؟ شفنا الوجه الحقيقي ولو انه كنا ننتظر اكثر، ولكن احسن بكثير من اللي شاهدناه الاسبوع الماضي. كنا في يوم اسود صراحه، ما فهمناش وش شفنا. لو واحد يقول له هذا هو النادي الرياضي القسنطيني يقول لك الفريق كان خارج الاطار. لا السياسي على كل حال داروا مقابله لا باس عليها، داروا نقول لك كان بون ماتش، راطاو كالكو زوكازيون دو بيت، وهذه تدخل في التجربه او الخطره اللي لحقوا بارتيسيباو بلوتو لحقوا الدومي فينال تاع كوب دافريك. انا نظن مام الخساره تاع اليوم راح تخلي الفوز تاع اليوم يعني كي نقولوا خساره الاليميناسيون تاعهم اليوم، هذه راح تخليهم نظن راح تخليهم يكملوا الشامبيونا افيك مورال في المستوى. علاش؟ خاطر دوكا يحوسوا يتكلاساو بارمي لي كات برومي باش يعاودوا يلعبوها دوكا، باسكو تدخل لهم هذه الحلاوه هذه صح، باش لا بروشين فوا ما تصرى لهمش كيما هذا الكاس هذا. وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير سياسي. نعم، النهائي سيكون بين النهضة بركان وفريق سيمبا التنزاني. وفي ما قدروا يديروا حتى فرصة، زيرو تسديدة ولا كرة نحو مرمى بوحلفاية، وهذا رقم يحسب للسياسي اللي تغيد. السياسي كانوا قادرين انهم يتأهلوا بسهولة كبيرة جدا من ناحية انهم ما يفتحوش اللعب في مباراة الذهاب. مضوي اخطأ نوعا ما في تقدير الخصم، اخطأ نوعا ما في توفير الزاد البشري اللازم لتلك الموقعة حتى لا نتهجم على المدرب، لكن يمكن أن نشوفه مدرب يجوز أقوتيف في ماتش من لي ماتش تاع الموسم. قدر الله ما شاء فعل. نهضة بركان اليوم شفناها بأنه فريق عادي، شفناها بأنه ليس ذلك الفريق المرعب لتلك الدرجة. السياسي الدليل أنه فاز عليه بهدف مقابل 0، وكان بالإمكان أن يفوز عليه بنتيجة أثقل من ذلك. لذلك هو إقصاء للكرة الجزائرية مش لشباب قسنطينة فقط. كنا نتمنى تأهل السياسي للنهائي لملاقاة سيمبا التنزاني، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذا الإقصاء سيزيدنا إصرارا على التتويج لما لا إن شاء الله الموسم المقبل، لكن بالعمل